في يوم من الأيام كده كنت قاعدة، فجأة صحيت من النوم عادي، كنت قاعدة شبه أي يوم. فولاد خالتي جم بقى عشان يتغدوا معانا، ففجأة طلعلي حباية هنا. بس استنى، ده لسه الموضوع كبير. فأنا قمت كده قاعدة عادي في أمان الله، ما عنديش أي مشكلة، قاعدة على تليفوني عادي. بعد كده أنا بقى حسيت في ظهري حاجة بتوجعني، فقلت يا ماما يا ماما أنا ظهري في حاجة بتوجعني فيه. فجأة لقيت حاجات يعني صعبة، حبايات. رحنا للدكتور وقعد يرغي شبه أي دكاتر كده، لوكي لوك لوكي 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 لوك. اصلا انا ما كانش ينفع انزل، عشان اصلا كان بقى عندي ايه، الجدري دي يعني بجد حاجة صعبة. فايه رحنا للدكتور، قال لي ما ينفعش تاكل فراولة، ولا لازم تاكل موز، ولا تشرب لبن، ولا تاكل سمك، ولا الحاجات بتاعت الحساسية وتجيب الجزري دي بقى. فخلاص بقى، وقال لي ما تنزلش خالص، تقعد في الأوضة محبوسة، ما تنزلش ولا تتحرك من مكانها، وتاكل خضروات وحاجات مفيدة، وتقعد في التكييف عشان الحر فالحبوب، عشان الحبوب هتفضل تشوكها وتوجعها. فانا من ساعتها وانا مرزوعه هنا. هقول لكم بقى انا من ساعه ما تعبت وانا بقضي حياتي ازاي. عشان اليوم ده انا فضلت اخرج برا الصاله وافضل كل شويه رايحه للحمام ارجع واجي تاني. فجأة ماما حطت لي باسكت هنا، عليها السما فوقيا، مبروك يا مبروك يا أنا يا بختية. ملناش دعوة بالعلاج. ماما ادتني العلاج. بعد كده العلاج بقى شبه ما انتوا عارفين متعب وبيتعب. هو اصلا بيجيب مغص كده، والواحد بيحس ان هو عايز ينام اصلا. فبعد ما خدته ونمت، بعد كده رسمت، بعد كده قعدت هنا. بعد كده الناس كلها كانت المفروض تنام الا انا الوحيدة اللي بقعد على التلفزيون من هنا للصبح. بقفل التلفزيون واروح اليوسي ماس. هو دي حياتي لما كنت تعبانة، وقضيت على تاني يوم وتالت يوم وخامس يوم لغاية يوم الأربعاء اللي فات. يوم الأربعاء رحت للدكتور والحمد لله استحميت بقى. نسيت أقولك أنا كنت برضو ممنوعة استحمى، بس الدكتور بقى العبيط قال تستحمى عادي، فاستحميت. ابتدت الحبوب تزيد. بعد كده زوزو جت، يعني عمتي يعني، قالت ما تستحماش عشان عيالها كان عندهم، فما استحميتش بقى والحمد لله خفيت. خدت راحتي جامد جدا، وبقيت الحمد لله بعرف انام. ثانية معلش بس يا جماعة، انا مشغلة التكييف والجو برد. انا قافلة الباب اصلا، الجو برد، انا عايزة استغطى كمان. يلا نبدأ. يا جماعة انا حاساه كأنه فستان والله، والفستان وصل لغاية هنا ما شاء الله، كبير الفستان ده. عقبال فرحي يا جماعة، ادعولي. اهم حاجة خلوا بالكم على نفسكم، ولو سمحتوا يا ولي الامور خلي بالكم من ولادكم. واهم حاجة
تحفظوا بيهم، وبرضو لازم أهم حاجة تخلوهم يصلوا ويكونوا شطار، أو خلوهم يصلوا معاكم ويقرأوا قرآن كده. يا جماعة لما كان عندي الجدري كنت بصلي عشان ربنا يكرمني، عشان يديني حسنات. ربنا يكرمكم وباي، هتوحشوني وانا بحبكم جدا عشان كومنتاتكم الحلوة وعشان انتوا بتدعموني كتير، وانا بجد بشكر اي حد بيعمل لي كومنتات جميلة وحلوة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل100,000 لايك، وتشتركوا في قناتي عشان اول ما انزل فيديو تكونوا انتوا اول ناس تشوفوه يا رب، وتكونوا فرحانين بيه. بحبكم كتير. I love you. سلام.